اليوم قصتنا عن شخص من المتابعين صارت وياه قصة كلش مرعبة بزيارة ال40، وهو قاعد يمشي مشاية صارت وياه قصة كلش مرعبة وأحداث كلش مرعبة، وتحديدا بالبيوت اللي موجودة بطريق المشاية وهو بات بيها، وصارت أحداث كلش مرعبة. يا هلا ميتا بالشباب بنات، رجعنا لكم بفيديو جديد. اليوم الفيديو مالنا راح يكون قصص المتابعين المرعبة عن شخص اسمه محمد، صارت وياه قصة مرعبة هو وأصدقائه بمشاية ال40. صراحة أول مرة أسمع قصة مرعبة صايرة مع شخص وبزيارة الإمام الحسين عليه السلام وبالمشاية. ونسيت أقول لكم فتحت إعلانات القنوات الضعيفة، أي شخص يريد يفعل أرباح ويصعد قناته من 0 مشترك إلى 1000 مشترك وأكثر، وبسعر كلش رخيص. وبنفس الحالة بالانستغرام راح استقبل كل رسائلكم وأشوف أي شخص يريد إعلان وبسعر جدا رخيص. وهسه خليكم مع قصص المتابعين المرة. بداية القصة حبايب الغالين، أنا اسمي محمد وعمري 17 سنة، وياي أصدقائي اثنين، واحد عمره 19 سنة وواحد عمره 18 سنة. طبعا أنا عايش ببغداد، وقرب يوم مشاية الإمام الحسين عليه السلام واللي هي الأربعينية، فهنا أنا قررت أروح لأصدقائي لأن قررنا نروح أنا وياهم مشاية، وأول مرة بحياتي نروح مشاية وحدنا. كنت دائما أروح ويا أهلي وأهلي ما يخلوني، وأخيرا خلوني أروح مشاية وحدي. هنا رحت لأصدقائي جعفر ويوسف، رحت حكيت وياهم وقلت لهم واتفقت وياهم واتفقت ويا أهلهم. طبعا هم أهلهم يرضون وكانوا يطلعون هم من زمان مشاية وحدهم، بس اني اهلي كانوا ما يقبلون. عموما هنا هم اهلهم قبلوا، وصرنا احنا 3 نفرات اللي هو جعفر ويوسف واني اسمي محمد. وهنا قررنا انه نروح الى مشاية الامام الحسين عليه السلام قبل الأربعينية ب5 ايام. طلعنا من بغداد نمشي الى كربلاء المقدس. الحمد لله والشكر طلعنا مشاية حتى نمشي انا واصدقائي، وعبرنا هواية محافظات ولحد ما وصلنا قضاء المحمودية مدينة اللطيفية. اكيد اغلبكم يعرف مدينة اللطيفية اللي هي موجودة بقضاء المحمودية. عموما وانا واصدقائي اول ما وصلنا اللطيفيه الساعه ب 12 بالليل، واحنا قاعد نمشي تونا دخلنا اللطيفيه. طبعا انا واصدقائي متفقين اتفاقيه قبل لا نبدي نمشي مشاية الامام الحسين انه اي شخص ينعس ننام، اذا انا نعست وهم ما منعسين كنا ننام، واذا واحد اثنيناتهم شبعانين وواحد جوعان نقعد على موده حتى ياكل. فمتفقين هيك اتفاقيه من البدايه حتى لا تصير مشاكل بيناتنا. اول ما وصلنا اللطيفيه هنا بدأوا اصدقائي جعفر ويوسف ينعسون، فاني بعدني ما منعس. عموما اول ما طبينا اللطيفيه قلت لهم خلينا نمشي شويه، خلينا نعبر اللطيفيه، فما قبلوا. بقيت احكي وياهم قلت لهم الساعه ب 12 ونص هسه، يعني خلينا نمشي شويه لحد 3 الفجر على الاقل، بالاربع ننام، ب 12 ترى كلش قليل. وانا قاعد احكي وياهم انه خلينا نكمل مشي، فجاه طلع لنا واحد وقال يا هلا بزوار الامام الحسين، تعالوا تفضلوا يمنا عندنا مبيت، تعالوا بات يمنا هسه الساعه ب 12 ولا تمشون منا، هذا مكان خطر ما اعرف شلون، فتعالوا باتوا يمي والصبح ان شاء الله طلعوا منا وامشوا. وانا طبعا ما اعرف انه اللطيفيه تعتبر منطقه خطره بالعراق. والمعلومه الثانيه انه المشايه من يمشون يوصلون اللطيفيه ابدا ما يباتون بيها ببيوت، لو يباتون بمواكب، لو يكملون مشي لحد ما يعبروها. انا كنت ما ادري بهاي المعلومه ابدا، انا عبالي اللطيفيه منطقه عاديه، اصلا كنت اول مره امشي وانا واصدقائي، كنت دائما وانا واهلي، فما عندي معلومه انه مدينه اللطيفيه هي منطقه خطره تعتبر. عموما من شفنا هذا الشخص اقنعنا بكلامه انه نبات يمه ولحد ما نطلع الصبح، لان تعتبر هاي منطقه خطره قال، والصبح ان شاء الله تمشون وتطلعون براحتكم لحد ما تعبرون هاي المدينه. المهم اصدقائي جعفر ويوسف قالوا لي يلا خلينا نبات يمه، مبين هذا خوش ولد ما اعرف شلون. رحنا وراه وقال اكو ستوته عند اللي قدام، بقينا تمشينا شويه لحد ما وصلنا ستوته اللي هي دراجه وبيها عربه وبيها 4 عجلات. صعدنا اللي ورا بهاي الستوته لحد ما يودينا للبيت اللي احنا راح نبات بيه. من صعدنا بالستوته مالته وهو بقى بس يفرفر بينا ماكو. انا صاعد اللي ورا واصدقائي وياي، واصدقائي شويه قاموا يفكرون ويحجون يقولوا لي شنو السالفه طولنا. فاني حكيت ويا السائق قلت له ايش وقت نوصل؟ قال لي انتظر شويه ونوصل. عموما فقام يطببنا بفروع حتى بيها شلون البزل، بيها بزل وفرع ويصير ضيق ويطببنا منه ومن تقريبا فوق الربع ساعه هو بس يسوق بينا ومطببنا بالعمق، ما اعرف وين مودينا. هنا قمنا نفكر الف تفكير بعقلنا. المهم هو بقى يسوق 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 لحد ما وصل البيت. قال وصلنا والحمد لله والشكر، انا ارتاحيت من وصلنا لان ماكو فوق الربع ساعه تقريبا 20 دقيقه هو بس يفرفر بينا، يعني البيت كلش بعيد. واول ما وصلنا للبيت هو نزل قدامنا وقال شغلوا الاضويه مالتكم. عموما ابوها على البيت غريب، بيت صغير 50 متر وما اعرف شلونه، والاضويه طافيه بيه كهرباء ما بي ابد. فهو قال طلعوا موبايلاتكم وشغلوا الاضويه. احنا طلعنا الموبايلات وشغلنا الاضويه، واصدقائي نفس الحاله شغلوا الاضويه، ودخلنا للبيت وكهرباء ماكو والدنيا حاره ما اعرف شو نسوي. عموما بقينا نضوي لحد ما طبينا للغرفه وشفنا فراشات موجوده بس حاره.
لا كهرباء موجوده ولا اكو مبرده مشتغله، كل شيء ماكو. هنا اصدقائي قبل ذبوا اروحتهم على الفراشات، ورا شويه حسينا بحروره كلش قويه، دنيا حاره، كهرباء ماكو. ليش طافي الكهرباء ما ندري، مع العلم احنا قبل لا نطب لقينا بيوت من بعيد واضويتها مشتغله، بس ما اعرف البيت هذا ليش طافيه بالكهرباء. عموما صديقي كان يقول لي لو بايتين بموكب مو احسن لنا، وانا نفس الحاله قلت له والله لو بايتين بموكب احسن لنا من هاي السالفه، يعني لاكو هوا لاكو دنيا، خلينا نتحمل شو نسوي، يلا نام. وانا ما راح انام لان انا اصلا ما نعسان. عموما هم ناموا وانا بقيت قاعد، لان اصلا انا من البدايه ما نعسان ولا جايني نوم، واصلا انا من البدايه خايف وشاك بالموضوع. من اول ما صعدنا بالستوته وقام يطببنا منا ومنا فوق الربع ساعه، احنا بس يفتر بينا وما ادري وين يودينا، لا ويتصل اتصالات ويحكي بصوت ناصي واحنا ما نفهمه شو يحكي. هنا اصدقائي راحوا بسابع نومه، وانا بقيت قاعد ومشغل الفلاش مال الموبايل واضوي بيه هيك والعب بالموبايل، يعني بس الضوء بعدنا مشتغل مال الفلاش. وفجاه فريت الموبايل والضوء صار على القاع، وبوع بالقاع اكو فد حمار، واجي اقرب الضوء واشوف اكو نقط مال دم بالقاع. هنا انا شلت الحصيره حتى اشوف شنو هاي النقط مال دم، فبقيت ابوع اضوي. طبعا الدم معروف من يصير بالقاع، معروف شلون يصير نفس الجلي ويابس، ما اعرف شلون. فبوع علي عرفته 100% هذا دم ونقط موجوده هنا. فاني شويه خفت، بس قلت لا اخاف واحد خشمه او واحد من جرح او فد شيء. شلت الحصيره وبقيت اتبع هذا الدم، وطلع اكو نقط هوايه مال دم. بقيت اتبع الدم، وتخيلوا الدم من الاستقبال لحد المطبخ، واني امشي ورا الدم واضوي وامشي ورا الدم، ولحد ما وصلت للمطبخ واضوي والقى فوق السنك. اكيد تعرفون السنك اللي نغسل بيه الماعين ونغسل بيه ايدنا، هذا السنك عباره عن دم، متروس دم هذا السنك. انا طبعا خفت قبل نزلت الفلاش، وهنا صارت عندي كتمه كلش قويه، وخفت خوفه قويه كلش، وجيت لاصدقائي على كيف، وهنا انا عرقان عرق كلش قوي، العرق يصب من وجهي ومن جسمي كله. فاول ما رحت لاصدقائي جعفر ويوسف قعدتهم على الكيف، قلت لهم انه اكو دم بالقاع، قعدوا بسرعه هم قبل فزوا من قلت لهم اكو دم بالقاع، قاموا شغلوا الاضويه مال موبايلاتهم وراويتهم قاموا يضوون لحد ما وصلوا للمطبخ وشافوا الدم. فمن رجعوا الاستقبال نصيح ما حد موجود، اصيح على الولد فلان الولد ابد ماكو، ما حد موجود بالبيت. بقينا قاعدين نفكر فوق النص ساعه وما جت فكره براسنا. اصدقائي قالوا انه يجوز واحد مجروح فشي خلينا ننام، ويجوز صبغ يجوز شي خلينا ننام مباشر نقعد، يلا نام. هم ناموا وانا بقيت قاعد نفس الحاله، هم رجعوا ناموا وانا بقيت قاعد بس افكر واحسب حسابات لهذا الدم. اقول هذا الدم شنو سببه؟ ماكو واحد دم يجري من خشمه دم ويوقع حالي شويه، ماكو واحد ينجرح جرح ويطلع كل هذا الدم، اكيد اكو إنه بهذا الشيء. انا قلت خلي ارجع بنفس المكان للمطبخ واضوي، فرجعت اضوي فجاه ويجي الضوء على الدرج، وباوع والقى نفس الحاله، اكو دم على الدرج، بس الدم يابس وقديم كلش، والدم كلش هواي. بقيت اصعد درجاي واضوي واتبع الدم، واني اصعد وفجاه ادير وجهي والقى رجال كبير وراي يقول لي انزل، ايش قاعد تسوي انت زاير، ما يصير الطب هذا البيت الى حرمته، تعال انزل طب جوا، نام واقعد الصبح وروح امشي، يلا الله يحفظك ان شاء الله والحسين يحفظك. فمن قال لي هيك بس قلت له قاعد اشوف شنو هاي بالقاع. ورد علي الرجال وقال هذا الدم مال الطليان، احنا نجيب طليان ونسويهن ثواب الى الامام الحسين عليه السلام، نجي ونذبحهن فوق السطح. ما قنعت بكلامه ابد، لان شفته يتردد وشفته شلون شخص مفجوع وشخص قاعد يحكي وهو مرعوب. اصلا اني مرعوب وهو مرعوب، دا يحكي وحس كلامه كذب، مبين من وجهه ومن معانيه قاعد يكذب، لان الكذاب مبين من وجهه. اول ما طبيت للغرفه راح هذا الرجال ما ادري وين اختفى، فاني طبيت وجيت لاصدقائي وهمست باذنهم، قلت لهم اقعدوا بسرعه، فقعدوا وقلت لهم وشفت دم على الدرج، وطلع رجال كبير بالعمر وقال لي انه احنا نجيب طليان ونسويهن ثواب، واني ابد ما صدقت بكلامه. هم نفس الحاله صراحه خافوا كلش من سمعوا انه اكو دم هم نفسه على الدرج موجود، وهم ما فكروا وقالوا زين الدم جابه هنا بالغرفه، زين الدم جابه على الدرج، اذا هم يذبحون طليان فوق السطح زين الدم جابه على الدرج، اكو إنه بالسالفه. احنا هنا كلش خفنا وقررنا نطلع من هذا البيت وما نبقى ابدا. اول ما قمنا ردنا نطلع، وصلنا للباب مال الغرفه وفتحنا باب الغرفه، وفجاه نريد نطلع ونسد الباب مال الممر، والباب الرئيسي انقفل نفس الحاله، البابين اثنيناتهم انقفلن. وهنا احس واحد يصيح يقول لا تطلعون ودير بالكم واحد يطلع، اللي يطلع راح نكتله. اول ما سمعنا هذا الصوت قلنا خلاص احنا وقعنا بين هاي الخلايا النائمه، قلنا خلاص
زولة